اهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم باذن الله. النهارده موضوع حلقتنا من امام بير مسعود. الاجواء حلوه جدا جدا، الشمس طالعه ودرجه الحراره بدات ترتفع شويه ومفيش امطار الحمد لله في اسكندريه اليومين دول. قلنا ننزل كده نتمشى على الكورنيش وننقل لكم الاجواء الحلوه اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دلوقتي. ده من امام بير مسعود. طبعا حضراتكم شايفين في اقبال شوية من الناس على كورنيش اسكندرية. دي كلها احصنة واقفة علشان لو اي حد حابب ولاده يلعبوا ويركبوا الاحصنة دي عادي مفيش اي مشكلة. وكمان ساعات بيوجد كاريتات كمان بتمشي على الكورنيش في المكان ده بس بالليل. الاجواء حلوة، الجو حلو جدا في اسكندرية اليومين دول. الشمس طالعة زي ما حضراتكم شايفين. ناس كتيرة جدا قاعدة في بير مسعود بتستمتع بالجو مع ولادها، وده هيكون ظاهر معانا من خلال الصوت ومن خلال الصورة اللي حضراتكم شايفينها معانا. اللي ما يعرفش كتير عن بير مسعود، بير مسعود ده منطقة الذكريات لكتير جدا مننا ومن المصيفين اللي بييجوا اسكندرية بيحبوا يقعدوا فيه بالليل قاعدة كده. بيكون فيه ألعاب للأطفال، بيكون فيه خيل زي ما حضراتكم شايفين. في فريسكا موجودة برضو بالرغم من الأجواء الشتوية، بس بياعين الفريسكا متواجدين على كورنيش اسكندرية. وكمان في قهوة وشاي وكل حاجة موجودة. قعدة لطيفة مش مكلفة خالص، مش شرط ان انت تشرب شاي وقهوة تشتريها. ممكن تجيب الشاي والقهوة عادي خالص وتيجي انت واطفالك تستمتع بالجو اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده. كفاية القعدة بس على الصخور والتمتع والاستجمام بالبحر او بمنظر البحر زي ما حضراتكم شايفين. اسيبكم لحظات كده مع صوت البحر. انا عامله فيديو قبل كده عن بير مسعود وليه اتسمى بالاسم دوت، بس الله اعلم في اقاويل كتيره جدا عنه. بس احنا ما نعرفش الحقيقه فين. اللي كل اللي اعرفه عن بير مسعود ان في عادات متوارثه للاسكندرانيه بيعملوها عند بير مسعود، ان هم بيجيبوا عملات معدنيه وبيجي يلقوها في البير ده وبيتمنوا امنيه رغبة لتحقيقها. هم ده موروث عندهم. اي حد عنده امنية بيجي يرمي العملة المعدنية في البير وبيتمناها. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة علشان نكبر مع بعض اكتر واكتر. وانتظروني في جولات كتيرة جاية عن اسكندرية وجمال اسكندرية في الصيف والشتاء وشواطئ اسكندرية كمان. لو حابين اي حاجة تعرفوها عن اسكندرية اكتبولي في الكومنتات وانا هنزل اصورها لكم. اشوفكم على خير، انتظروني. السلام عليكم.